لازم درك بعد قبل ما تبداو تفرجوا لا فيديو تضغطون على زر الجيم هكا باش يطلع لنا الفيديو ويوصل اكبر عدد من المشاهدات، وتواصلوا مشاهده الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. دونك مرحبا بكم البنات في فيديو جديده اللي راح نشارك معكم فيها رحلتي لافضل لي بلاج، يعني افضل الشواطئ بالنسبه لي اللي زرتهم العام هذا في الصيف. دونك نتمنى تشوفوا الفيديو حتى الاخر هكا باش تاخذوا فكره، ويعني ديروا حساباتكم تاع العام الجاي ان شاء الله، باش دركا راهو فات الحال. دونك اول بلاج راح نبداو به واللي هو البلاج تاع القل تاع عين دوله، اللي جاي في القل في سكيكدا. شوفوا كيفاش البنات صافي بزاف ونضيف وشيه في حاجه من بعد جوايه 12 هكا يبدا يرد في الوسخ هذاك حاشاكم. وفيه الغاشي بزاف، هذه ثاني نقطه ما عجبتني شويه فيه، مي نورمال يعني كيكون البلاج يستاهل ومليح صافي. دونك ما راحش يشكل لنا مشكل. شوفوا ثاني لا فيو تاعو منا على الطريق تاع كنعودو رايحين له، هذه الطريق كنعودو مروحين. دونك كما قلت لكم يجيو ليه بزاف لي بيوس هذوك تاع اللي يجيبوا الولايات الاخرين، هذوك يجيبوهم في لي بيس. تلقاو ثاني الغاشي من كل بلاصه، وهذيك كما قلت لكم نقطه ما عجبتني شويه، انا ما نحبش البلاج يكون فيه بزاف الغاشي. دونك ماذا بيا كي نروح للبلاج نلقى روحي وحدي فيه غير انا ما على باليش علاه بصح المهم. دونك البنات ثاني هذا البلاج تاع الروشي اللي جاي في سيدي عبد العزيز في جيجل. دونك النهار هذا اللي رحنا فيه شوفوا الحاله كيفاه كانت الصباح، يعني كانت شويه الشمس، كان الحال مليح للتصوير. ومنا حاولت نخطف لكم لقطات باش نصور لكم كي كان الحال مليح. من بعد جويه 12 الوحده تقلبت الحاله، كحالت السماء سحبت خلاص والبحر هاج خلاص. شوفوا كيفاش سحبت خلاص الدعوه، الحاله تقلبت البحر هاج، الناس كامل خرجت. قفلنا لي باراسول، دار واحد الريح كبير بزاف الريح هذاك اللي دار. دونك ما قدرناش نقعدوا شويه بعد وروحنا. دونك كما قلت لكم دار هذاك الريح لي بومبي الحمايه المدنيه هذيك تاع الشواطئ جات خرجت العباد كامل اللي كانوا لداخل، ما خلاوش العباد يزيدوا يدخلوا. بصح كما قلت لكم الصباح كي رحنا كان بزاف الحال مليح، كانت الشميسه هكا، كان البحر شويه صح عالي بصح ما كانش هايج بزاف. من بعد جويه 12 كما قلت لكم تقلبت خلاص الحاله. شوفوا لي باراسول كيفاش قفلناهم. ومن بعد جويه الوحده ولا هكاك روحنا، ما قدرناش نزيدو نقعدو. دار واحد البرد ما تقدروش توقعوا قد ما كي نقول لكم برد صح، والبرد تاع البحر راكم على بالكم كيفاه داير. دونك فوالا كما قلت لكم الغاشي كامل خرج واحد ما قعد. وثاني دوكا البلاج بالنسبه ليا المخير اللي رحت له هذه الصيفه واللي هو البلاج تاع واد بيبي. دار ضجه كبيره في السوشيال ميديا، حكاو عليه بزاف في الفيسبوك وحكاو عليه ثاني بزاف في اليوتيوب لهنا، وصراحه يستاهل. الحاجه الوحيده اللي مش مليحه فيه اللي هي الطريق تاعو، هي صح مخدومه بصح جايه ضيقه بزاف. بصح شوفوا البنات كي توصلوا لهنا وتشوفوا المناظر هذه وتشوفوا يعني تشوفوا النقاوه تاع البحر هذا نظيف وصافي، وما تلقاوش بزاف الغاشي. كما قلت لكم هذه نقطه انا نركز عليها، ما تلقاوش بزاف الغاشي على خاطر كما قلت لكم الطريق تاعو جايه شويه صعيبه وما يفوتوش فيه لي بيس بزاف. يعني منعوا الطريق، منعوا لي باش يفوتوا على الطريق تاعو هذيك خاطر ضيقه، وكون يفوت بيس يعني ما يقدرش يزيد يفوت معاه طوموبيل واحده اخرى. وفي ثاني حاجه البنات اللي هي انه كي تكونوا تعوموا لداخل راكم راح تلقاو هذاك الحوت الصغير هذاك اللي يجيكم، هذاك اللي يجي يعني حوت صغير ما يديرونجيش، يعني جوست يعوم برك لتحت كيعود البحر راك حكاك وصافي. راح تلقاو هذاك الحوت الصغير تشوفوه بالعين مجرده، يعني ساعه ساعه هكا يقيس لكم في رجليكم. بصح يعني صراحه عجبني هذا البلاج بزاف، ان شاء الله راح نزيدو نروحوا له مره اخرى. كما قلت لكم العيب الوحيد اللي فيه اللي هو الطريق تاعو هذه جايه، شوفوا كيفاش جايه ضيقه وجايه في فيراجات بزاف. بصح يعني نورمال واحد يسوق برك بعقله ويتوله منا ومنا وخلاص. وفوالا البنات هذا هو كما قلت لكم البلاج المخير اللي رحنا له هذا العام. ان شاء الله نزيدو نروحوا له العام المقبل ان شاء الله الا حيانا ربي، وماذا بيا نتوما ثاني تروحوا له باش تستمتعوا وتشوفوا المناظر هذيك اللي شفتها انا. وفوالا البنات لهنا حبيت نختم لكم برك الفيديو في مناظر من عندنا من قسنطينه. هذه بلاصه اسمها السيلوك، ما باش كنتعرفوها ولا ما تعرفوهاش. المهم لهنا وين جاي مسجد الامير عبد القادر في هذه البلاصه. فوالا لهنا راهو يبان لكم. نقول لكم بنات شكرا لكم على حسن المتابعه الفيديو. الا كنتم ما زلتوا تشاهدوا في الفيديو حتى لدركا، الا كان ما زلتوا ما ضغطوش زر الجيم نقول لكم اضغطوا على زر الجيم قبل ما تنساو. والا كنتم ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه خاطر مازالوا كاينين بزاف المفاجات ومازالوا كاين بزاف الافكار في القناه تاعنا. نقول لكم تهلاو في رواحكم، نخليكم على خير ونتلاقاو قريبا ان شاء الله. الى اللقاء.